الزمالك بيحقق رقم قياسي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الفشل داخل نادي الزمالك في هذا الموسم الكارثي في القلعة البيضاء. الزمالك اللي لعب 20 مباراة في الدوري المصري حتى الآن هزم في 5 مباريات. الزمالك بقى ملك التسريبات هذا الموسم وأكثر نادي يسرب له تسريبات لعقود لاعبين كارثية بمعنى الكلمة. الزمالك اللي جاب نجوم وصفوة ووش القفص زي ما قال رئيس نادي الزمالك، نجم نجومه مصطفى شلبي هيكون نجم رمضان القادم. هنقول كل حاجة وهنشرح كل حاجة وهنشرح تسريب عقد إبراهيم نضاي الكارثي وسلسلة الفضايح والإخفاقات اللي ملت نادي الزمالك حتى الآن. بس نسلم الأول على إخواتنا الغاليين المحترمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعيني ومشاهديني أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، نادي الزمالك بيعيش واحد من أسوأ مواسمه الكروية هذا الموسم. نادي الزمالك اللي جمهوره بيبكي ليل ونهار من الحرقة على اللي وصل ليه فريقه اللي بيشجعه والفرقة اللي احنا بنعشقها. نادي الزمالك اللي لعب في الدوري هذا الموسم 20 مباراة، هزم في 5 مباريات في رقم قياسي لم يسبق لأي نادي بينافس على القمة أو بينافس على بطولة إنه يخسر 5 ماتشات من أصل 20، وتعادل يجي 6 ولا 7 ويمكن 8 من كتر التعادلات بقينا ننسى العدد، لأن مجمل الهزائم والتعادلات كارثي وفضيحي. رقم قياسي يسجل في تاريخ هذا الجيل الفاشل داخل نادي الزمالك. وفي ظل ما الجمهور بيساند الفرقة بكل ما استطاع من قوة، وحتى في مباراة الأمس الزمالك وإنبي جمهور الزمالك اللي بعت رسائل لكل اللاعبين وللجهاز الفني ومجلس الإدارة إن يوم الجمعة هو الفرصة الأخيرة للجميع، إما أن تكسبوا شباب بلوزداد وإما الثورة العارمة داخل نادي الزمالك. وفي ظل الأجواء السيئة والمحزنة لكل الجماهير بنتفاجئ بتسريب جديد، تسريب كالعادة للاعب من لاعبين نادي الزمالك، تسريب كارثي وفضيحة مدوية تضاف إلى سجل فضائح عقود لاعبين النادي الزمالك. إبراهيم نضاي اتسرب العقد بتاعه، واللي اتضح للجميع انه بيحصل على $1 مليون في الموسم، والعقد بتاعه حوالي 4 مليون 4 سنين، انا اسف، يعني حوالي $4 مليون، يعني بنتكلم في حوالي 120-130 مليون جنيه لإبراهيم نضاي اللي جمهور الزمالك أطلقت عليه لقب الشهيد، بياخد 120 ولا 130 مليون جنيه. إبراهيم نضاي اللي ما أضافش أي شيء لنادي الزمالك بيحصل على 120-130 مليون جنيه. إبراهيم نضاي اللي خريج أساسا الدوري المصري وكان بيلعب في نادي اسمه وادي دجلة، بقى بياخد 120 ولا 130 مليون جنيه مصري عشان يقعد دكة في نادي الزمالك، في الوقت اللي كان فيه أشرف بن شرقي نجم نجوم للزمالك واللي حقق إنجازات مع نادي الزمالك وكان لعيب دولي ولعيب يعني حكاية وحدوتة ورواية، ما كانش بياخد الرقم ده. تقدر تقول لي إيه اللي الصفقات الجديدة أضافتها لنادي الزمالك؟ ولا شيء. وبمناسبة الصفقات الجديدة عندنا طبعا مصطفى باشا شلبي، الراجل برضو اللي اتسرب له بالمناسبة العقد بتاعه وبيحصل على 48 مليون جنيه، وكمان إنبي خدت 20
مليون جنيه، يعني الصفقة كلفت نادي الزمالك 68 مليون جنيه عشان مصطفى شلبي يشل جمهور الزمالك بالأفعال وأعماله اللي بيعملها وعدم وجوده وتواجده داخل فرقة نادي الزمالك ولا تأثير له على الإطلاق. إلا أن مصطفى شلبي هيكون نجوم رمضان القادم. مصطفى شلبي سيتألق ويبدع في رمضان القادم. مصطفى شلبي يا زملكاوية هيطلع كنجم مع رامز جلال. مصطفى شلبي هيكون ملك المقالب مع رامز جلال. مصطفى شلبي ما لقاش نفسه داخل نادي الزمالك كرويا، فراح يبحث عن نفسه في برنامج مقالب شهير سيذاع في رمضان مع الأستاذ القدير رامز جلال، وهنسمع صرخات مصطفى شلبي وآهات مصطفى شلبي وإبداعات مصطفى شلبي في التمثيل في المقالب. مش ده المهم ولا ده اللي حابب أتكلم فيه، بس مصطفى شلبي اللي رفض انه يسافر مع نادي الزمالك في ملاقات نادي الترجي التونسي في دولة تونس الشقيقة بحجة انه تعبان وواخد دور برد. مصطفى شلبي ما كانش تعبان يا زملكاوية. مصطفى شلبي كان مسافر للسعودية عشان يسجل الحلقة مع الفنان رامز جلال. مصطفى شلبي بقى برنامج المقالب عن مصلحة جماهير نادي الزمالك ومصلحة نادي الزمالك، واختار الفلوس، اختار الدولارات. قال اروح اعمل برنامج، ايه المشكلة يعني اما الزمالك يتغلب من الترجي؟ هي اول هزيمة، ما احنا السنة دي بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد بنتغلب في كل اللقاءات. هي جت عليا. مصطفى شلبي اللي قبل لقاء نصف نهائي كأس مصر امام بيراميدز كان بيعمل ليزر وفتلة وحلاوة، اعاد القارة مرة تانية وسافر الى السعودية عشان يصور مقلب مع رامز جلال قبل لقاء حاسم في دوري ابطال افريقيا قصاد فريق هو المرشح للصعود من المجموعة دي وهو نادي الترجي التونسي عشان يصور الحلقة. برافو مرتضى، برافو أمير، برافو مصطفى شلبي، برافو إدارة نادي الزمالك على التسيب اللي موجود فيه الفرقة. وفي الآخر اللي بيشيل الهم والحزن هو الجماهير اللي هو احنا اللي في الآخر بيرتفع ضغطنا وعايشين في حزن وبكاء ومش عارفين مستقبل نادينا رايح على فين. هو سؤالنا الأخير اللي بنسأله لمجلس إدارة نادي الزمالك وللقائمين على مصلحة نادي الزمالك، إن كانوا فعلا بيفكروا في مصلحة النادي وجمهور نادي الزمالك العظيم، هو ليه اللعيبة دي بتاخد الملايين دي كلها؟ وبيعملوا إيه عشان ياخدوا الملايين دي؟ وليه العقود بتتصرف في التوقيتات دي بالتحديد؟ بعد كل انكسار وبعد كل اخفاق يظهر عقد كارثي للعيب جديد، مرة مصطفى شلبي ومرة دونجا ودلوقتي ابراهيم نضاي. هل ده احد المعارضين للاستاذ امير مرتضى منصور فبيحاول يبين للجميع فشل امير مرتضى منصور، ولا مجلس الاداره بيحاول يداري على اخطائه وفضايحه وفضايح فرقه الكوره بفضيحه تانيه تشغل الراي العام؟ عايزين نعرف هو ايه اللي بيحصل داخل اروقة نادي الزمالك، وليه مفيش حساب، وليه محدش من اللعيبه دي بيتعاقب، وليه كان دايما مرتضى منصور يقول عنهم ان هم رجاله وهم خسرانين ربع الماتشات اللي لعبوها في الدوري وبيتقال عليهم رجاله. الحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها والله الواحد تعب، والله الواحد تعب، واللي نقدر نقوله لنا الله نحن جمهور نادي الزمالك العظيم، وبنتمنى من الله عز وجل انه يصلح حال النادي ده، لان فيه 30 ولا 20 مليون مشجع بينتموا له مقهورين بجد على حال ناديهم. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم، ويا رب اللي ما عملش اللايك يدعم اخوه باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب.